العلاقات زي الحساب البنكي، كل مرة تعمل حاجة إيجابية بتحط إيداع، وكل مرة تجرح أو تهمل أو تتجاهل بتسحب. المشكلة إن في ناس تفضل تسحب لحد ما الرصيد يوصل للصفر، وقتها العلاقة تنهار. سؤال في دماغي بيلف ويدور، عايز إجابة مش بس مرور. كل فكرة تفتح باب جديد، في دماغنا دايما حلم بعيد. أهلا بيك معانا في سؤال في دماغي. سؤال النهاردة بيقول: لماذا تفشل العلاقات؟ هنتكلم بقى عن ليه الرصيد ده بيوصل للصفر أصلاً، وكمان إزاي ممكن نحافظ على العلاقات المهمة دي ونخليها قوية، وهل فكرة الرصيد دي حقيقية، وإزاي نزوده ونخليه دايماً في الأخضر. هو فعلا الموضوع ده مهم. ولما بنبص على العلاقات اللي بتنتهي بنلاقي إن في أنماط كده بتتكرر، أسباب معينة دايما موجودة. أنماط زي إيه مثلاً؟ في كده مصطلح بيوصف أخطر 4 سلوكيات بيسموهم الفرسان ال4، حاجات بتهد أي علاقة بالتدريج. الفرسان الأربعة، دي تسمية تخض شوية. هي فعلا بتعبر عن خطورتها. أول فارس هو النقد اللي بيوصل لتجريح الشخص نفسه، يعني مش نقد للفعل، لأ للشخصية. بدل ما أقول مثلا أنا ضيقت عشان المواعيد، لأ أقول أنت دايما مهمل. ده بيجرح جدا. تمام، فهمت. والتاني؟ التاني هو الاستهزاء والسخرية. ده بقى بيكسر الاحترام حتة حتة، والاحترام ده عمود أساسي في أي علاقة. أكيد الاحترام ده أساسي. الفارس الثالث هو الدفاعية المستمرة، إن الواحد يرفض أي لوم أو أي ملاحظة، ودايما يقلب الترابيزة ويلعب دور الضحية، كأنه بيقول أنا ما عملتش حاجة غلط أبدا، العيب فيك أنت. دي بتحصل كتير. والرابع وده خطير برضه هو الانسحاب، اللي هو بناء سور عازل، صمت تام، هروب من المواجهة. ده بيخلي المشاكل تتكوم وما تتحلش أبدا. يعني الأربعة دول كفيلين يهدوا أي علاقة فعلا. بالظبط. وغيرهم كمان في أسباب تانية بتسحب من الرصيد ده بسرعة، زي الإهمال العاطفي. الإهمال العاطفي؟ تقصدي إيه بالظبط؟ أقصد لما طرف يحس إنه مش متشاف، مش محسوس بيه، كأنه شفاف كده. الإحساس ده قاتل، بيموت العلاقة بالبطيء من غير ما حد ياخد باله. وكمان الأنانية طبعا، لما كل واحد يبقى مركز مع نفسه بس. والأنانية دي صعبة قوي. وأخيراً غياب الثقة، سواء بقى بالكذب الصريح أو حتى بالغموض المستمر، اللي هو عدم الوضوح ده بيخلق شكوك وبيهد الثقة. الصورة كده وضحت أكتر، كأنها خطوات معروفة بتوصل للنهاية دي للأسف. طيب، إزاي نحافظ على العلاقة وننميها؟ هل كفاية بس إننا ما نعملش الغلطات دي؟ لا طبعا مش كفاية نتجنب الغلط، الموضوع أشبه بالزرعة، محتاجة رعاية كل يوم عشان تكبر. صح. طب إيه أول خطوة في الرعاية دي؟ أعتقد أهم حاجة ويمكن أصعب حاجة إننا نسمع بجد، نسمع بتركيز، مش بس نسمع الكلام، لا نفهم اللي وراه، نحس باللي قدامنا. ده لوحده بيعمل فرق كبير. بالظبط، الاستماع النشط ده أساسي. وبعدين يجي دور التقدير، كلمة شكر بسيطة، ملاحظة حلوة، تسلم إيدك، عجبني قوي اللي عملته ده. الحاجات دي بتدي طاقة إيجابية، وبتخلي اللي قدامنا يحس إنه متقدر. تمام جدا. والتقدير ده زي إيداع مهم في الحساب. والمرونة كمان، يعني مش لازم كل حاجة تمشي زي المسطرة. نقبل إن في أيام كده وأيام كده، ولما تحصل مشكلة نحاول نحلها بسرعة، ما نسيبهاش تكبر وتترسب جوانا. دي نقطة مهمة قوي، حل الخلافات أول بأول. العلاقات القوية مش اللي ما فيهاش مشاكل، لا دي اللي بتعرف تحل مشاكلها باحترام وتفاهم. وطبعا لازم نلاقي وقت لبعض، حتى لو وقت قليل وسط الزحمة دي، بس يبقى وقت مخصوص لينا نتكلم فيه، نضحك، أي حاجة، بس نكون مع بعض بجد. بالظبط كده. وهنا نرجع بقى لفكرة الحساب البنكي العاطفي اللي بدأنا بيها. كل الحاجات الحلوة اللي قلناها دي، الاستماع، التقدير، المساعدة، الوقت المشترك، كل دي تعتبر عمليات إيداع في رصيد العلاقة. يا سلام على التشبيه ده، بيخلي الواحد يفكر في كل تفصيلة. طب إزاي نزود الإيداعات دي ونقلل السحب؟ نزود الإيداعات بحاجات ممكن تبان بسيطة بس تأثيرها كتير، زي الاعتذار الصادق لما نغلط، نهتم بتفاصيل حياة اللي قدامنا، الحاجات اللي تهمه هو شخصياً، نشاركه بجد، نفرح له ونزعل معاه، نساعد من غير ما نستنى مقابل. حاجات فعلا في إيدينا نعملها.
ونقلل السحب بقى بإننا نحاول نمسك نفسنا وقت الغضب، ما نقولش كلام نجرح بيه، نحترم إننا مختلفين، مش لازم نبقى نسخ من بعض، وبدل ما نفترض أسوأ حاجة نسأل ونستوضح، أنا فهمت كذا، ده صح؟ بدل ما نبني أحكام على طول. الموضوع كله محتاج وعي ومجهود، مش كده؟ يعني الواحد لازم يبقى واخد باله من تصرفاته وردود أفعاله، مش مجرد متفرج. أكيد لازم دور فعال. لازم نبادر بالحاجات الكويسة، نبقى صرحة وواضحين حتى لو ده صعب ساعات، بس الصراحة بتبني ثقة أقوى على المدى الطويل. ويمكن أهم حاجة إن الواحد يفضل يشتغل على نفسه، يطور من نفسه، لأن كل ما الواحد بقى أحسن كل ما عرف يبني علاقات أحسن. هي دي الفكرة، علاقات قوية بتتبني بأفعال صغيرة ومستمرة مليانة اهتمام وحب. العلاقات مش بتنهار فجأة، هي بتتأكل ببطء، لكن بنفس البطء تقدر تبنيها من جديد. ابدأ النهاردة بإيداع بسيط، لأن في النهاية رصيدك مع الناس هو أغلى ما تملك. وده كان سؤال النهاردة. لو الكلام فرق معك أو حسيت إنه ممكن يساعد حد تاني، شاركه مع اللي بتحبهم، ويمكن السؤال ده يكون سبب في تغيير كبير في حياة حد. ولو عندك سؤال دايما بيجي في دماغك ومش لاقي له إجابة، اكتبه لنا في التعليقات، يمكن يكون هو سؤال الحلقة اللي جاية. استناني في سؤال جديد من سؤال في دماغي.